ازيكم يا جماعه؟ بما ان ناس كتير حبت الفيديو الاخير بتاع ترشيح الروايات، فانا قلت اكمل. لو انتوا حبيتوا الروايات اللي في الفيديو التاني هتحبوا الروايات دي. يعني لو انت حبيت حفله التيس اكيد هتحب باولا لايزابيل الليندي، واحده من اجمل الروايات او روايات الفقد اللي انت ممكن تقراها في حياتك، قريبه جدا من حفله التيس، نفس عدد تقريبا الصفحات، فهتحبها قوي. ولو حبيت باولا فاكيد هتحب الحب في زمن الكوليرا لماركيز، واحده من اجمل الروايات اللي انت ممكن تمشي فيها تقراها خلال فتره وهتكمل معاك كده، والتاثير بتاعها هيكمل معاك لفتره بجد. وانا عملت عنها ريفيو كامل على القناه. طيب لو انت حبيت روايه العطر لباتريك زوسكن، اكيد هتحب روايه صاحب الظل الطويل جين ويستر. روايه غريبه جدا هتستمتع بيها، هتحس فعلا بغرابتها زي ما حسيت بنفس الغرابه وانت بتقرا روايه العطر. فلو انت بتحب الروايات المختلفه اعتقد الروايه دي هتكون مميزه عندك يعني. ولو انت حبيت روايه كافكا على الشاطئ لهاروكي موراكامي، اكيد هتحب روايه 1Q84 لموراكامي الثلاث اجزاء. طيب حد هيقول لي ده طويله، ده مش هقدر اقرا كل ده. بجد انت مش هتحس ان انت بتقرا صفحات موراكامي كده بتخلص بسرعه جدا، ومش هتصدق الجنون الموجود في الروايه دي. انا عملت فيديو كامل عندي على القناه، فانت ممكن تروح تشوفه، هو فيه تلخيص كامل لقصه الروايه دي. يعني روايه تحفه. فبجد ولو انا قلت عناوين الروايات دي بسرعه، فانت ممكن تروح لليوتيوب تشانل هتلاقيني بتكلم عن كل روايه باستفاضه، كل روايه لها فيديو كامل لوحده. بس كده. اتمنى تكون الكتب دي كلها عجبتكم، وانتظروا الترشيحات اللي جايه اللي شبه الترشيحات دي، واشوفكم المره الجايه. سلام.